تعرف ان 1 من كل 5 اشخاص عنده حاجة اسمها قلق معمم. والمشكلة ان ممكن ما نبقاش عارفين او ممكن نفتكر ان ده طبعنا، لكن الحقيقة مختلفة تماما. المشكلة ان مخنا طول الوقت اتعود انه يسأل ماذا لو، ايه اللي هيحصل؟ يعني مثلا ماذا لو خسرت شغلي؟ ماذا لو مثلا حد حصل له حاجة؟ ماذا لو مثلا فشلت؟ المخ بيحاول يحمينا ويجهزنا لكل حاجة ممكن تحصل لنا، بس لما يفضل يفكر كده طول اليوم بدل ما يطمنا بيتعبنا اكتر. في العلم بنشوف ان القلق ده مش طبع ثابت، ده نمط تفكير وسلوك المخ اتعلمه مع الوقت. الخبر اللطيف ان يقدر يتعلم غيره. من اقوى الادوات اللي بنستخدمها حاجة اسمها وقت القلق. ايه وقت القلق ده؟ فكرة بسيطة خالص. بدل ما اسيب القلق يبقى يعني موجود في كل وقت في اليوم ويوقف يومي او يعطله او يشغلني، انا اللي هختار يبقى له ميعاد. ازاي؟ يعني مثلا اختار 20 دقيقة في نفس الميعاد كل يوم، مثلا الساعة 7 اقلق فيها. يعني لو فكرة جت طول اليوم اثناء النهار هقول لنفسي ايه؟ مش دلوقتي، هفكر فيها الساعة 7. لما يجي بقى وقت القلق اللي هو بتاع الساعة 7 ده لمدة تلت ساعة، اقعد في مكان هادي ومعاك ورقة وقلم واكتب كل اللي مضايقك، وبعدها افرز بقى ايه اللي مضايقك ده. فرق ما بين حاجات تقدر تعملها وحاجات ما يقدرش او ما ينفعش تعمل فيها حاجة. الحاجات اللي هتعمل فيها او تقدر تعملها هتعمل فيها خطوات. الحاجات اللي خارج سيطرتك هتقبلها وتسيبها زي ما هي. لما تعمل كده مخك هيبتدي يحس ان في نظام، وان اللي ماسك الدفة مش القلق انت. مع التكرار احساس القلق اللي شغال في الخلفية ده هيقل وعقلك هيرتاح اكتر. خلي بالك بقى ان الهدوء مش صدفة، الهدوء مهارة بنتعلمها خطوة بخطوة. مع الوقت هنكتشف ان جوانا مساحة من الهدوء ومن غير خوف. أنا محمد علي، دكتور نفساني.